بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. حلقة اليوم غتكون نقاش مع الأستاذ خالد بن عكراش ومع السي معطاوي، اللي كانت الحلقة بعنوان الأستاذ خالد بن عكراش وتعريف المشرك، المؤمن المشرك، الكافرون الكفار. اسمها المصطلحات المؤمن المشرك. عرفت منين جابوا هاد الخلطة هذا؟ المؤمن والمشرك هما لا يلتقيان. اسمها الخلط وفي العنوان المؤمن المشرك. المهم لتتسع حرية تعبيركم وحرية تعبيرنا. تريدون دينا جديدا على هواكم طبعا تحت غطاء العقل. أي عقل؟ العقل القاصر. اسمع لي ما يقوله ابن خلدون. ابن خلدون صاحب علم الاجتماع. إن العقل ميزان صحيح، لكن لا تطمع أن تزين به أمور التوحيد، فإن ذلك طمع محال. تقدسون العقل وتدعون إلى استعمال العقل لتكسير الصنم الذي نعتقده حسب تعبيركم طبعا بالحجة والدليل. ترفعون شعار القرآن وتنبذون السنة وراء ظهوركم. طول اللقاء ولا حديث، ما اللهم الحديث الأخير لي هوى في نفس السي خالد طبعا، وقال أنه يوافق القرآن ولم يذكر لنا في أي آية يوافق القرآن لنعرف الميزان الذي يزين به الأحاديث. السي المعطاوي والسي بن عكراش يطالبون باستخدام عقولنا، والصواب أنهم يريدون منا أن نستخدم عقليهما لا عقولنا. يريدون عقلهم. ما تتبعوش مفسرين، ما تتبعوش شيوخ، ما تقدسوهمش، ما تتبعوش الصحابة، ما تتبعوش الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الرسول. المهم هو القرآن وتفسره بعقلك، واش من عقل. كنت أنوي أن أرد نقطة لكني لن أنقل كل كلامه لما فيه من سوء أدب مع الله عز وجل ومع رسوله ومع صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن قراءة القرآن بالدارجة، ديك الطريقة المقززة يا قيف حيث لا يستحب الوقف، يرفع يخفض ينصب. أول نقطة كان اليهود والنصارى ليسوا كفارا، وذكر آيات وأغفل آيات لهوى في نفسه طبعا. سأقول لك الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواهم النار وما للظالمين من أنصار. هي صريحة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هو تكفير صريح. هذه الآية ما ذكرتيهاش، علاش؟ الله أعلم، لم تأتي على ذكرها مطلقا. آية أخرى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. ماذا تقول في هذه الآية؟ لنمر. يتهم الآخرين بالقول على الله بغير علم، مع أنه يحلل ويحرم بهوى. يفرق بين المشرك والكافر، يقول الشرك نوعان، الكفر نوعان. أتى بآيات نزلت في أهل الكتاب ويريد إنزالها على علماء المسلمين، سنرد عليها. يفرق بين الإله والرب بطريقته طبعا. المهم يخلص الأستاذ خالد بن عكراش أن المشرك هو الذي يجهل والكافر هو الذي يعلم ويجحد، وهذا خلط عجيب. ينكر الناسخ والمنسوخ، وأتى على ذكر آيات الخبر. هذا الناسخ والمنسوخ في حاجة إلى حلقة خاصة إن شاء الله. المهم قبل الدخول في صلب الموضوع والرد، أذكركم دائما بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الكلام النفيس
يقول سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن فجادلوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. سيأتي إليك شخص ويقول لك القرآن القرآن. هؤلاء أصحاب الرأي وأصحاب العقل وأصحاب الهوى. فإذا قالوا ذلك فعليكم بالسنن فإن أهل السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. ونقلت لك سابقا عن مكحول عالم أهل الشام أن القرآن في حاجة إلى السنة من السنة إلى القرآن، لأن القرآن يأتي دائما بالمجملات والكليات والقواعد العامة، وهذه محتاجة إلى تحليل وتفسير وتفصيل، وإذا نجد كل هذا في السنة. القرآن في حاجة إلى البيان، ولذلك أتى الأمر ببيان القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لتبين، ماشي بعقولنا وعقل السي خالد والسي المعطاوي. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بمهمة البيان والتبليغ عن ربه، ومن خلفه من الصحابة والتابعين والعلماء إلى يوم الدين. إذا القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، دائما ترفعون شعار القرآن. لذلك ضللتم وتضلون الناس. مشكلتكم دائما تريدون تطويع آيات القرآن الكريم لتتماشى مع الواقع المهزوم الذي تعيشه أمة الإسلام. لنبدأ. الكافرون، يقول الكافرون ليسوا هم الكفار، ولا في اللغة العربية كاين الجمع مذكر سالم وكاين جمع تكسير. يقول تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كفار جمع والكافرون جمع. كفار دلالة استخدام الكفار للجمع. وكافر صفة. وجمع التكسير يقربها إلى الاسم، ويأتي السياق بما يود التركيز عليه، فإذا أراد التركيز على الحدث يقول الكافرين، وإذا أراد التركيز على الأشخاص يقول الكفار. مثل ما نقول وجدنا الكتاب غير الكاتبين. كتاب يراد بها أشخاص، والكاتبين يراد بها الحدث. ها جهلكم باللغة العربية وقواعد اللغة العربية. جمع التكسير إذا كان معه جمع المذكر السالم كما في حالتنا فهو يدل على كفار. مبالغة، عنصر المبالغة، الكثرة، أكثر من كافرين الذين يكفرون بكثرة. النقطة أخرى تفرق بين الإله والرب عز وجل سبحانه وتعالى. فلفظ الرب دل على توحيد الربوبية، يعني الخالق الفاطر الرازق. ولفظ الجلالة الله عز وجل يدل على توحيد الألوهية أو الإلهية، يعني أنه الإله المحبوب الذي لا تصلح العبادة والذل والخضوع والحب إلا له، ليس بطريقتك طبعا. قلت في نقطة أخرى أن الرسول لم يكن له مشكلة مع الكافرين بل مع المشركين، والمشركين منهم كفار. الكفر أنواع، منه الشرك، وأتيت بآية التوبة وقرأتها بطريقة ملتوية. قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله بالرفع.
بمعنى أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء منهم، وقرأوها بالضم على الابتداء وخبره محذوف والتقدير ورسوله بريء منهم. وكاينه قراءة أخرى بالنصب عطفا على لفظ الجلالة. والرفع عند القراء كلهم لأنه من عطف الجملة، لأن السامع يعلم من الرفع أن تقديره ورسوله بريء من المشركين، يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منهم كذلك. ففي الرفع معنى بليغ من الإيضاح للمعنى مع الإيجاز في اللفظ، وهذه نكتة قرآنية بليغة اللغة العربية، ماشي التفسير بالدارجة وبالعقل بالهوى. نقطة أخرى، أتيت بآية نزلت في أهل الكتاب وتنزلها على علماء المسلمين. هنا وقع التنزيل. في الحديث قدم عدي بن حاتم رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نصراني قبل أن يسلم، فسمعه يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال عدي: فقلت له للرسول صلى الله عليه وسلم: إن لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: قلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. ها الآية والسياق ديالها. نقطة أخرى، قلت يجب تفسير القرآن بعقولنا الحالية لا بعقول الصحابة والتابعين. تقصد مجاهد وعكرمة وعطاء، هادو راه من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه، هادو راه كانوا في مكة. يعني أصح التفاسير هي اللي كانت في مكة. أما المغازي والسيار والمعارك فتؤخذ من أهل المدينة ومن الشام ثم العراق. هذه عكرمة ومجاهد وعطاء بن رباح ومن تبعهم من المفسرين هذول كانوا في مكة. ذكرت القرطبي، ابن كثير، الطبري، وراء أحسن تفسير هو الطبري تبع ابن كثير. تريد أن تفسر بعقلك بطريقتك. ذكرتني بقول القائل: إن الصحابة رجال ونحن رجال، سبقوكم إلى هذا القول، هم رجال ونحن رجال، قد سبقوكم إلى القول الذي قلت وقد اختلفوا فيما بينهم فكيف نرجع إليهم. وهذه كلمة الأصل ديالهم رجال ونحن رجال، رغم أنك لم تنطقها ولكن لسان حالك ومقالك ينطق بها. هم رجال ونحن رجال قالها أبو حنيفة رضي الله عنه، وليس عن الصحابة بل عن أنقرانه من الفقهاء. ونقول لك قول ابن حزم رحمه الله: هذا أبو حنيفة يقول: ما جاء عن الله تعالى فعلى الرأس والعين، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعا وطاعة، وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم تخير من أقوالهم ولم نخرج عنهم، وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، لأنه كان من التابعين، كانوا أقران. أما الآن فهذه الكلمة أصبحت مبتذلة عند الكثير من الناس، خاصة المتعالمين يسمون بالمفكرين العقلانيين المتنورين القرآنيين. نعم هم رجال ونحن رجال لأنهم أقران، وقول بعضهم ليس حجة على بعض. الآن هذه الكلمة أصبحت مطية يركبها كل من يريد طعن في الدين وتأويل تفلسيف. نقطة أخرى عن زكاة الحلي، وقلت بأنهم اختلفوا فيها ما بين عمر وولده. هذه الطريقة ماشي هي هذيك، هي اختلفوا، وش المشكل؟
عمر رضي الله عنه يرى الوجوب، عبد الله بن عمر لا يرى الوجوب رضي الله عنهم جميعا. ومنشأ الخلاف على حساب الآثار الواردة في المسألة، واختلاف العلماء في صحتها ودلالتها. منهم من قاس حلي المرأة وكيفه فقهيا على النقد واعتبره امتدادا له أوجب فيه الزكاة، ومن قاسه على الأثاث والمتاع واعتبره من حاجة المرأة لم يوجب فيه الزكاة، لأن الزكاة تجب في المال النامي أو القابل للنماء، وحاجة المرأة لا نماء فيها فلا تجب فيها الزكاة بإجماع. يعني الرأي الأول الذي يرى الزكاة في حلي المرأة إذا كان من الذهب والفضة، وينسب هذا الرأي إلى عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، تذكرتها عمر وولده، وهو عبد الله بن الخطاب، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا. مذهب الحنفية والزيدية والظاهرية، وقول عند الشافعية والحنابلة. كاين فريق ثاني يرى عدم الوجوب في حل المرأة المصنوع من الذهب والفضة، وينسب هذا الرأي إلى عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنها وأسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك، وهو مذهب المالكية والراجع عند الشافعية وبعض الزيدية، ولهم استدلالاتهم على رأيهم. يعني اختلاف الساعة لا تضحكوا منه، اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. نقطة أخرى ذكرتها، اختلاف لم أسمع به من قبل، قلت اختلفوا في عدة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها، هل 4 أشهر و10 أم بوضعها لحملها؟ ولم أسمع بهذا الخلاف. إجابة باختصار، كاين صورتان، كاين صورة البقرة وكاين صورة الطلاق. صورة الطلاق مقيدة لصورة البقرة، قال تعالى في سورة الطلاق: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا جواب شافي مختصر، يعني بمجرد وضع الحمل 4 شهور و10 ولا أكثر ولا أقل، المهم وضع الحمل. أما 4 شهور و10 لغير الحامل. كيفاش كتدلسوا على الناس؟ تلبيس. نقطة أخرى، قلت الشرك نوعان والكفر نوعان. الشرك نوعان ولكن ليس على طريقتك التي ذكرت. كاين شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر صرف العبادة لغير الله أو بعضها كدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم أو للجن أو للملائكة أو غيرهم من الأموات والغائبين، هذا شرك أكبر كما كانت تفعل قريش عند أصنامهم وأوثانهم. وبدون الدخول في التفاصيل ديال أنواع الكفر الكثيرة، من كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأكبر مخرج من الملة، والكفر الأصغر الرياء. وحتى أنواع الحلف بغير الله، بالنبي، بالأمانة، برأس فلان. ومن يقول ما شاء الله وشاء فلان، كما في الحديث: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. والرجل الذي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أجعلتني لله؟ قال له: ما شاء الله وشئت. فقال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. هذا الشرك الأصغر. والكفر كذلك نوعان: كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأكبر اعتقادي يخرج من الملة بالكلية، والكفر الأصغر عملي يعني في الأعمال، ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه، فهو لا يخرج من الإيمان بالكلية بل ينقص من كماله.
والكفر الأكبر أنواع: كفر تكذيب، كفر جحود، كفر شك وظن، كفر إعراض، كفر النفاق، يعني هو الاعتقادي. وهذا الكفر الاعتقادي راه فيه 6 أنواع حتى لا نطيل أن ندخل فيها. هما أنواع الكفر والشرك، ليس كما توهم الناس. ذكرت آية استشهدت بها على المشركين: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. الآية صعيبة، خرجت منها فرق ووقعت في تأويلها فتن عظيمة، فهي تدخل في باب العذر بالجهل. المقام لا يتسع لها. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.